لو البيبي بيرضع من الببرونه ومش مرتاح، ركزي في الكلام ده. 4 علامات هتوضح لك ان الحلمه مش مناسبه ولا لعمره ولا لطريقه رضاعته. رقم 1، تسريب اللبن من جناب الببرونه او من فم البيبي، وده بيكون معناه ان تدفق الحلمه عالي جدا او الطفل مش عارف يرضع منها بصوره طبيعيه. تاني نقطه، مغص وانتفاخ بعد كل رضع، وده في اغلب الوقت بيكون ان اللبن دخل معاه هواء، فده اللي سبب للطفل مغص او جاله انتفاخ، وده بيكون سببه ان الحلمه مش مناسبه للطفل وان هي مش قافله على البق فبيخش له هواء. او الحاجه التانيه ان الام تكون ماسكه الببرونه بطريقه غلط. تالت نقطه، الطفل بيرفض الببرونه تماما، وعلشان نبقى فاهمين، الطفل مش بيرفض الببرونه، هو بيرفض نوع الحلمه، وعلشان كده تفهمي ان نوع الحلمه ده مش مناسب لطفلك، او انت بتديها له في وقت مش مناسب ليه. النقطه رقم 4، لو طفلك بياخد الرضعه في وقت طويل جدا او وقت قليل جدا، ولو طفلك بياخد الرضعه في اقل من 5 دقائق او اكتر من 30 دقيقه، فاعرفي تماما ان الحلمه التدفق بتاعها مش مناسب ليه نهائيا. ونصيحه ليكي تاخدي بيها وانت بتختاري نوع الببرونه، لازم تختاري نوع ببرونه تكون الحلمه بتاعته مطابقه لنفس عمر البيبي، وده مش بيكون شرط اساسي ان الطفل ياخدها او ما ياخدهاش، او تكون مناسبه ليه او مش مناسبه ليه، علشان بيكون في اطفال قوه الشفط بتاعتهم مختلفه عن اطفال تانية، فممكن تجيبها له نفس المرحله العمريه وبرضه يكون فيها مشكله. انت بقى جربتي كام نوع حلمه او ببرونه علشان تلاقي المناسب لطفلك؟ اكتبوا لي في الكومنتات. انا عمر محمد بقدم لكم نصايح ومنتجات ليكي ولطفلك.